النهاردة هنعمل مع بعض فكرتين في منتهى البساطة لعشاء سهل وسريع، زي ما بنقول كده لجوع آخر الليل. تقدري تعمليهم بأي مكونات موجودة عندك في البيت. هنعمل بيتزا توست في القلاية الهوائية، وكمان الفطير الحادق بالجبن والخضار. ولو أول مرة تشوفيني أنا قناة سولايف، هتلاقي عندي قائمة تشغيل لوصفات الإير فراير. أول حاجة هنعمل صلصة البيتزا بأسهل طريقة وفي دقيقة واحدة بس. معلقة صلصة، معلقة كاتشب، نص معلقة زيت زيتون، ورشة ملح، رشة توم باودر، رشة زعتر، وبس كده. هقلبهم مع بعض وهخففها بمعلقة كبيرة مية. أنا عايزة القوام بالشكل ده، وهدخلها الميكرويف 30 ثانية بس. وكده معانا أسرع صلصة بيتزا. أنا عاملة كمية صغيرة على قد البيتزا اللي هعملها، لو عايزة كمية أكتر ضعفي المقادير. ومعايا معلقة صغيرة زبدة، هحطها 10 ثواني في الميكرويف عشان تسيح. أنا عندي براون توست فهستخدمه، لكن انتي ممكن تعملي بالتوست الأبيض العادي، ولو ما عندكيش توست خالص ممكن تستخدمي العيش الفينو. وهدهن التوست بالزبدة بالشكل ده. أنا بحب التوست يكون محمص، فبشغل عليه دقيقتين على درجة حرارة 200. لكن لو بتحبي التوست يكون طري، حطي صلصة البيتزا على طول. ولكل قطعة توست هحط لها معلقة صلصة، زي ما انت شايفة أنا عاملة الكمية على قد بالظبط. بعدين هبدأ أحط الإضافات اللي أنا عايزاها. شوية من الجبنة الموتزاريلا، فلفل ألوان، طماطم، بصل، زيتون، مشروم، سويت كورن، أي حاجة موجودة عندك في التلاجة وبتحبيها في البيتزا حطيها. وهشغل 3 دقايق على درجة حرارة 180. وبعدين هفتح عليها أحط ميكس الجبن على الوش، ورشة من البابريكا ورشة من الزعتر، وهشغل عليها تاني دقيقتين او 3 لغايه ما الجبنه تسيح. ودي كانت نتيجه بيتزا توست في الاير فراير. لو عايزه تعملي حاجه لذيذه وسريعه تنفع للفطار او العشاء، جربي بيتزا توست. ودلوقتي هنعمل الفطيره الحادقه بالجبن والخضروات. انا كان عندي فطيره من اللي بتتباع في السوبر ماركت في كيس بالشكل ده، وكانت بايته عندي كمان من امبارح. حطيتها في الاير فراير وقلت اعملها فطيره بالجبن. معايا هنا 2 بيضه عليهم معلقتين لبن وشويه ملح وفلفل، وهضربهم كويس واحطهم على الفطيره ووزعهم بالشكل ده. بحاول اعمل بالشوكة فتحات عشان تتشرب كويس. ونفس الحكاية هحط اي مكونات عندي موجودة في البيت، فلفل الوان وزيتون وطماطم وبصل، اي حاجة موجودة عندك بتحبيها زي ما عملنا بيتزا توست. ولو عندك بسطرمة هتبقى طعمها خطير، او ممكن تحطي عليها قطع سجق او سلامي او حتى لانشون. وهشغل عليها 8 دقايق على درجة حرارة 200 عشان عايزة البيض يستوى الاول كويس. وده شكلها بعد 8 دقايق. هحط عليها ميكس الجبن ورشه من البابريكا ورشه من الزعتر، واشغل عليها تاني دقيقتين او 3 على ما الجبنه تسيح. بس بجد جربوها بالبسطرمه. انا ما كانش عندي وانا بصور الفيديو، لكن بتبقى طعمها خطير وهي بالبسطرمه. الفطيره كانت جميله جدا وطريه زي ما انتم شايفين. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير، واكتبي لي رايك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.